في حاجه غريبه كده بعملها بقالي فتره وحاسس ان هو يعني الموضوع ممكن يكون فيه بس ده عايز اكسبيرمنت وهجربها لفتره كبيره كمان. هتقول لي ايه الحاجه دي يا فارس؟ هقول له ان انا بقالي فتره بتدلع في الجيم او مش بتدلع، يعني ايه، لما باجي بجيب اخري، بس انا ما باجيش كتير. بقيت باجي اللي هو ايه، مرتين ثلاثه في الاسبوع بالكتير، او اربعه، بس فوقك من الاربعه دي، اربعه دي في المتوسط مع الناس برضو. ساعات باجي مرتين ثلاثه بس. بقالي اسبوعين ثلاثه على الحال ده، وقبل اسبوعين ثلاثه دول برضو لما اقول لحد مستواي بيتحسن، اللي هو انا مش مثلا باوفر لود على نفسي واجي دلوقتي اعمل دي لود فمستواي بيتحسن، لا ده انا اصلا بتدلع بقالي فتره. لما جيت دلوقتي مش تحسن طبيعي، لا اللي هو تحسن بسرعه قوي وارجع لمستواي القديم بسرعه، وده مش حاجه طبيعيه بالنسبه لي ان انا ارجع لمستواي القديم في وقت قصير زي ده. غير كده التمرين باجي حاسس بتبسط في التمرين، مش عارف ليه، يعني انا تقريبا عشان ما باجيش كتير فالجيم بيوحشني، فلما باجي وهو وحشني بتمرن حلو قوي، بجيب اخري، البامب بتبقى شكلها رايق كده، اوزاني عماله بتطلع بسرعه. ما انت ما تقوليش ان هو طبيعي ان انا اجي من 4 ايام العب عقله ب 20 كيلو 6 عدات، والعب بعديها نفس الست عدات ب 30 كيلو عقله انا يعني فاهم؟ مش طبيعي. بعمل ايه بقى يا باشا؟ بص انا باجي يوم ويوم لا الجيم، تمام؟ ساعات اصلا بيبقى مش يوم ويوم لا، ساعات باجي يوم ورايح يومين ثلاثه وارجع تاني، بس كده ما بكترش عن 3 ايام راحه، عشان كده يعني ابقى زودتها قوي، يعني مش الدرجه دي. مش بكتب بلان ولا بعمل اي حاجه. طبعا انا متعود من ساعه بدات الجيم انا ببقى كاتب التمرين كلها قبل ما اجي، تمام؟ لا ده لا، ما بكتبش حاجه، باجي كده على الله حكايتي اول ما ادخل الجيم، تمام؟ البس القطايه وادخل واشوف انا جاي معايا ابدا بايه النهارده. جت معايا النهارده ابدا بعقله، العب بدمبل بنش العب دمبل بنش، جت معايا اعمل اوفر هيد بريس اعمل اوفر هيد بريس، واجي في نص التمرين كده بقى عايز ازود ايه اللي ناقصني، لا ده انا كتفي عايز ازود كتف خلفي شويه اعمل تمرين، عايز مش عارف اعمل ايه فاعمل له منها مجموعه مجموعتين بس، وتخش على اللي بعديها اعمل تمارين اكتر، مجاميع اكتر، عدات اكتر، انتنسي اعلى، موازيني بقيتش بكسل، موازيني عاليه عادي، البومب بقى شكلها حلو قوي. من الاخر كده بلعب من الاخر، بس مش بلعب هو لعب اللي هو بستعبط، لا انا بلعب والتمرين بتقل على نفسي، بعمل سوبر سيتس دروب سيتس مش عارف ايه كده يعني. فحاسس يعني ان الموضوع ده عايز اجربه على حد غيري. فيا جماعه لو حد يعني حاسس ان كلامي ده يعني في حاجه كده ايه ممكن تنفع، يبقى يجربها. انا هجربها على نفسي فتره كبيره شويه عن دلوقتي، يعني لان حاسس الموضوع فيه حاجه. بفكر معاكم بصوت عالي، يعني عايز حد ادفانس قوي بيعمل حاجه شبه كده شويه. سام سوليك، بس هو بيروح كل يوم الجيم. يعني سام سوليك برضو في فتره جت عليه او مش عارف هو لحد دلوقتي كده ولا لا، بيجي الجيم من غير ما يرتب تمارينه، بيجي يشوف كده هو جاي معاه يعمل ايه وبيفكر ويروح يعملها. حاسس الطريقه دي في الادفانس شويه، الناس يعني هم الناس العاليه قوي بتنفع شويه. اكسبيرمنت هجربها واشوف كده ايه الدنيا. معلش يا جماعه انا ما بنزلش فيديوهات كتير، او حتى لما بنزل صور او حاجات هبله كده، لان انا بجد ما بحبش اطلع اتكلم وانا ما عنديش حاجه جديده اقولها او ما عنديش حاجه مختلفه اقولها بمعنى الكلمه. انا بحس ان انا عايز اختفي كده، اجرب اكسبيرينسز جديده، اجرب حاجات جديده، اسيب الدنيا تخبط معايا شويه، وبعد كده اطلع لكم معلومه جديده اجي اقولها في فيديو.